السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا وياكم بالحلقة الثانية مع شديد النجاح. اليوم حنتكلم عن الثالث متوسط وطلاب الثالث متوسط ومرحلة الثالث متوسط. هاي المرحلة جدا مهمة ببناء حياتك، وليس فقط انه بالمعدل اللي انت تريد تطلعه بالسادس اعدادي او بالثالث متوسط. ليش؟ مرحلة الثالث متوسط هي مثل ما تكلمنا بالحلقة السابقة، حلقة السادس إعدادي، إنه أنت المعدل اللي راح تطلعه بحياتك هو مو بسبب الرقم اللي راح تجيبه، أو النجاح اللي راح توصل له بحياتك هو مو بسبب المعدل، وإنما بسبب شنو؟ بسبب أفكارك. فأفكارك مو هي اللي حتفكر بيها بالسادس إعدادي، أفكارك اللي حتفكر بيها السادس إعدادي حتوصلك ما بعد الكلية، ولكن أفكارك بالثالث متوسط هي اللي راح تحدد معدلك بالسادس. هاي المرحلة جدا مهمة بحياتك. ليش؟ لأن اليوم احنا بسنة 2025، سنة التطور، سنة الأونلاين بزنس، سنة النجاحات الكبيرة، سنة الذكاء الاصطناعي والنجاحات اللي موجودة بالعالم. أنت كشخص بعمر الثالث متوسط أو بعمر المتوسطة، ليش لازم تفكر صح بهاي المرحلة؟ لأن بعد 3 سنوات أو 4 سنوات من حياتك حتشوف ناس نجحت هواي، حتشوف ناس عمره 18 سنة يعملون دخل جدا كبير، إن كان من الإنترنت، إن كان من الذكاء الاصطناعي. فالنجاحات بلشت تسبق عصرها. فاليوم حلو من نشوف شاب، وده نشوف بهذا الجيل الحالي، نشوف شاب عمره 15 سنة إلى 16 سنة ولكن يملك عقلية جدا جميلة، يملك أفكار جدا مرعبة، قارئ كتب كلش هواي بحياته، رغم التشتتات، رغم السوشيال ميديا، رغم الانترنت، ولكن هو قرر يستثمر وقته. يستثمر وقته ممكن بقراءة كتاب، يستثمر وقته بمعلومة حلوة، يستثمر وقته بالشات والمراسلة مع تشات جي بي تي. السلام عليكم، أنا فلان الفلاني، أريد أسوي هاي الحاجة، إيش تنصحني؟ أريد أطب على سوق وماركت فلان الفلاني، إيش أسوي؟ أريد أصنع ريل، إيش أسوي؟ يظل يحكي ويا تشات جي بي تي. السلام عليكم، أريد أتعلم اللغة الإنجليزية، ممكن تساعدني تشات جي بي تي؟ نعم، يلا بينا. اني هاي الكلمه شنو معناها؟ ما اعرف، قل لي. يلا اعطيني كلمات وانا اجاوب لك، اعطيني اسهل كلمه، اعطيني. تقدر تفوت على العالم كله بسبب شات جي بي تي. مو بس شات جي بي تي، هواي برامج وهواي ثقافات. فانت بمرحله الثالث متوسط او مرحله المتوسطه، نصيحه استغلها صح. تدري ليش؟ لان من راح يصير عمرك 18 سنه وتدخل السادس اعدادي، والله العظيم وثق ما راح تتعب بيها. راح تكون لك حياة جدا سهلة وبسيطة، وراح تدخل للمرحلة الإعدادية أنت مليء بالمعلومات البروفيشنال، حتسبق عصرك، حتختصر الزمن عليك كلش هواي. تخيل أنت داخل وأساسك كلش قوي. إحنا اليوم مرحلة الثالث متوسط، تشوفنا على اليوتيوب، تشوف الناس على التلفزيون، إذا هو شاب ولد يطلع يلعب طوبة بالشارع وإلى آخره، وإذا هي بنية مقضتها اندومي، ملاعيب، تتفرج تلفزيون، تتفرج ريلزات على انستغرام. نصيحة من هسه، حارب نفسك وحارب افكارك وحاربي افكارك. اذا انت كنت بنت او اذا انت كنت ولد، ممكن دا تشتغل هسه وطلعت للحياة وتشتغل برا، اوكي انت شي حلو تشتغل بالعطلة وشي، او ممكن ما تشتغل، الاب والام يصرفون عليك. نصيحة راح تتذكر نصيحة شديد النجاح في يوم من الأيام إذا أنت شفت هذا الفيديو، والله العظيم. وإذا أنت أيضا عندك أخ بالثالث متوسط أو أخت أو أنت أب تشاهدنا أو أم، دز هذا الفيديو لابنك. والله العظيم إذا استغليت مرحلة الثالث متوسط من الآن، والله العظيم حتعيش حياة جدا جميلة. استغلها لو يوميا ساعة تقرأ كتاب. ما أقول لك أنا صير من جماعة التنمية البشرية وكسر الدنيا وانجح نجاحا وهذا الكلام الزايد، لا، ولكن أقول لك لو أنت تقرر من الآن تجي تعرف شنو يعني الأهداف والأحلام، تجي تعرف شنو معنى الحياة، شنو معنى الإيجابية والتفاؤل بالخير، تتمعن كلمات القرآن، تتمعن بالكلمات والأحاديث النبوية اللي تتكلم عن الحياة وعن التطور وإلى آخره من هاي الحياة العامية. لأن أنت بهذا العمر تلقى عندك طاقة كبيرة وشغف كبير، بس ما تعرف وين تذبها بالمكان الصحيح. فأنا جاي أقول لك لو تقعد ويا نفسك وتحط جدول مرتب وتكتب أحلامك وأهدافك الآن من الثالث متوسط، وترسم حياتك، ارسم خطة حياتك بعد 5 سنين.
راح تقول لي يا شديد أنا بعد صغير، ليش تحملني هاي المسؤولية وتحملني هاي النجاحات ومن هسه أكتب؟ والله العظيم أنا مو أبوك وجدك وعمو وشايب وأقول لك ترى العمر يمر لمح البصر. والله العظيم راح تتذكرني ب3 سنوات من حياتك وال5 سنوات من حياتك حتعدي هيك بنفخة ومثل الريشة. والله العظيم أنا مو إنسان كبير جدا وجاي أقول لك، بس والله حتعدي وحتعدي إن كان ردت أو ما ردت، إن كان ردتي أو ما ردتي، إذا ضايجة وحزينة أو فرحانة أو أنت ضايج أو حزين أو خسران أو فاشل أو ناجح، هي حتعدي. فخليها تعدي صح، خليها تعدي صح بمعلومات أنت سوقت وياك مسواك حلو للحياة. شايف إذا أنت بالثالث متوسط أو الثالث إعدادي أو هذا العمر المتوسطة وأنت تغذي عقلك صح، شايف أنت شلون حتكسر الدنيا من تكبر؟ شايف النجاحات اللي حتوصلها بحياتك؟ شايف إيش قد راح تسبق أقرانك؟ والشباب اللي حتوصل للسادس حتكون أنت مليء بالنولج والمعلومات المثقفة الكبيرة. تدري أقوى سلاح بالحياة هو المعرفة. شايف أنت اليوم شنو اللي يميز الطبيب الزين عن الطبيب العادي؟ هي قوة معلوماته. شنو اللي يميز المهندس، البلوجر، المصمم، الفوتوغرافي إلى آخره إلى آخره؟ يعني كثير من الناس شنو اللي يميزه؟ إنه هذا بروفيشنال وزين. النولج والمعلومات مالته. المعرفة سلاح، فشيل وياك أسلحة حلوة ما طولك بعدك صغير. ازرع زرعة حلوة. اليوم من تزرع بذرة أو تزرع نبتة، من تزرعها بالثالث ما راح تحصدها بالرابع، يراد لها مي ومناخ وشيء، راح تحصدها بالسادس. تخيل أنت زارع شغلات حلوة، حتدخل السادس أنت وياك بذور، وياك شتلات، وياك ورد، وياك زرعات هواي حلوة. ففكر بيها. نصيحة، ازرع هسه أنت بالثالث، ازرع. احنا جينا بالسادس زرعنا ونريد نحصد بسرعة ما راح نقدر، أو من تخرجنا من الكلية جينا زرعنا ما قدرنا نحصد بسرعة. فنصيحة، ازرع من الآن، ازرع نبتة حلوة، ازرع معلومة حلوة. هذا دماغك غذيه معلومات حلوة وكويسة، غذيه معلومات مليئة بالنولج والمعرفة والتطور والأشياء. تعلم لك مهارة جديدة. ونصيحة، خليها تركية بإذنك، خلي نفسك طويل. نفسك طويل بأي معلومة تريد تتطور بيها. اليوم احنا هواي شباب وبنات من نوصل نجاحات هواي من حياتنا بسبب نقمز. يوم اشتغل هنا، يوم هنا، يوم قلت العب جيم، يوم قررت اقرا كتاب، يوم كذا، ولكن ما استمر. استمر، جرب، استمر 10 ايام بشغله انت تحبها، دان اضبطها ونيكس اللي بعده، نيكس اللي بعدها. ما شفت عليها نتيجه وانت تريد تشوف نتيجه من اول مره، وما شفت عليها تطور وانت تريد تشوف تطور من اول مره. النجاح يبدي خطوه بخطوه، ستيب باي ستيب، درجة درجة، مرحلة مرحلة. مثل الأول ابتدائي علمونا الألف الباء الجيم حرف حرف، بعدين قمنا نتكلم ونسولف. هي هاي الحياة. إذا تريد تنجح بحياتك خلي نفسك طويل، نفسك طويل بأي شيء إنه أنت تريده، بأي شيء أنت تريد توصل له. فهذا مرحلة عمرك جدا حلوة، لأن عندك طاقة حلوة. نصيحة دبها بمكان صح. عقلك بعده حلو هش، يستقبل معلومات، ذكي ذكي ومرعب، بروفيشنال. شايف إذا تستغله صح حتسبق أقرانك هواي، حتحصل على نجاحات جدا كبيرة. زين، نيجي ناخذها فكرة. تخيل أنت لو هسه تبدأ على اليوتيوب أو تبدأ على السوشيال ميديا وأنت بهذا العمر بالثالث، وتبدأ تصور وتبدأ تظهر للكاميرا. احكي لي بعد 3 سنين وين راح توصل؟ وين أوصل شديد؟ تدري وين راح توصل؟ حتوصل مشاهدات ملايين. تدري ليش؟ لأن عندك وقت طويل. يعني شنو ما افتهمت؟ يعني فهمك أكثر، ولكن إنه تكون وياها مستمر. يعني أنا هسه كشديد هسه بلشت مثلا يوتيوب أو مبلش من زمان بس أقطع، وهسه قررت أستمر. مثلا حبدأ 2025، تدري ب 2029 و 2028 يلا النبتة مالتي تكبر وابدي أحصد من يمها، أحصد فلوس، أحصد شهرة، أحصد مشاهدات بالملايين. إذا لين راح أستمر، قررت أستمر وأخذت قرار. شايف أنت من تبدأ بالثالث متوسط، تدري من توصل للسادس إعدادي
انت تخيل اليوتيوب كان ابنك هالطولة وياك عمره 3 سنوات، مشاهداتك اول ما تبدي للحياه او اول ما تبدا تصور وانت مثقف وكبير وكذا، تخيل مشاهداتك بالملايين. ليش؟ لان انت بلشت من الثالث متوسط. مساله وقت ولعبه ارقام. لان انت بلشت قبل 3 سنوات ومستمر يوميا تنزل فيديو، وكنت طفل او كنت ما تعرف وكنت تخبط. وانا اليوم هسه من بلشت باليوتيوب طفل ما اعرف، بس تعال علي بعد سنتين حصير بروفيشنال. نصيحة ابدأ الآن، لا تنتظر نفسك تصير بروفيشنال. ابدأ وابدأي وتعلمي بالرحلة، مو إلا تطلعين وجهك. بأي مجال ابدي بيه وانجح. ممكن تطلع بس ايدك، ممكن حتى ايدك ما طلع، ممكن تترجم كتاب، ممكن افكار هواية. ولكن تعال اقول لك نصيحة حلوة، ليش تشتت نفسك بهاي الافكار الهواية بالحياة؟ انا ابدي تصوير، ابدي سوشيال ميديا، ابدي قراءة كتب، ابدي تدري ابدي بشنو؟ ابدي بشيء انت تحبه وعندك شغف به. ولكن انت بمرحله الثالث متوسط ما راح تلقي شغفك. تدري ليش؟ لان حتشوف نفسك كل شيء تحب وكل شيء تريدين تبدعين به. فتدرين شو تسوين؟ خبطه بكل شيء لحد ما تغربلين الحياه وتشوفين انت شنو تحبين، وتشوف انت شنو تحب وشنو اللي تقدر انت تنجح به. خبط هوايه، جرب هوايه، اكتشف موهبتك هوايه. تدري اذا تريد حظك يصير حلو، جيد بكل فرصة تتقدم لك، والفرصة الحلوة بقيها إليك، والفرصة المو حلوة طيرها. راح يصير حظك حلو بالحياة. استغل كل الفرص، دور عن مواهبك، دور عن مواهبك، جرب كل شيء، جرب الرسم، جرب الكتابة، جرب لحد ما تشوف نفسك مبدع بشغلة، وشغلة أنت بيها لمسة إلك وأنت بيها بروفيشنال. هاي اللي راح تنميها، هاي اللي راح تطورها، هاي اللي راح تشتغل عليها بقوة حتى تطور من نفسك ومن نجاحاتك. فنصيحة ابدي واستمر وتعلم. اكتب ورقة وقلم، اكتب ويا حياتك، اكتب أحلامك وأهدافك، اكتب أنت شنو تريد، اكتب شنو تتمنى. والله العظيم اليوم اللي أنا عليه بسبب أفكاري القديمة. فأنت هسه أفكارك نميها صح، نميها صح، وفكر أشياء حلوة. وأنصحك نصيحة اللي تدري شو تسوي؟ أطمح بالعالي. شلون يعني اطمح بالعالي؟ انت بهاي المرحله اطمح بالعالي، لا ترضى بالقليل. وانا ما عندي شيء، القليل ما عندي، انا ادري انه انت ما عندك شيء، بس هي مجرد فكره كانت بعقلك. تدري هسه انت اذا تفكر تريد تسافر لامريكا حتسافر بهذا العمر؟ تدري اذا قوه تفكيرك وقوه تركيزك وبالسفر والاشياء الحلوه تتخيل نفسك يوتيوبر وتتخيل نفسك لاعب كره قدم وتتخيل نفسك ناجح؟ تدري الناس اللي وصلت هي وصغار لان تخيلت وبس، والخيال بلاش؟ معقولة أنا بسببك شديد، بسبب هاي النصيحة مالتك ممكن حوصل لحلمي؟ نعم حتوصل بعد 3 سنين. وعلم الجهال والأطفال إنه يفكرون صح. تدري إحنا وصغار كل أفكارنا وصلتنا للوضع اللي إحنا بيه، وتدري في الأفكار هسه حتوصلني بعد 5 سنين وين؟ فلازم أفكر صح هسه. طيب إذا أنا أريد أهكر الحياة وأنجح من وقت، فكر أنت وصغير من وقت، فكر صح أنت وصغير. طيب ما حد علمني، أنا اليوم طالع وياك حتى أعلمك، حتى أقول لك فكر صح، فكر اللي أنت تقدر كل شيء توصل له بحياتك. فكر واجد بأشياء حلوة، وفكر بأشياء حلوة وبنجاحات وأشياء تخبط، لأن حتوصل الأشياء تخبط بالحياة وأنت تستحق. الله سبحانه وتعالى ما خلاك تشوف هذا الفيديو عبطا. الله سبحانه وتعالى مو عبطا زرع ببالك أفكار حلوة. لا تشتت أفكارك وفكر أشياء حلوة وقوية وكبيرة وبروفيشنال. ومو معناه تحبط نفسك بالحياة شي، لا، أنت راح تمشي حياتك العادية النورمال، بس وياها أفكار كبيرة، أفكار بالمستقبل. أنا حصير، أنا أطمح بالعالي. مو معناه أنا أستاذ شديد قال إنه أنت لازم تنجح وشي فأنا أتكتف هسه وأكتئب ليش ما وصلت، ليش شديد قال حتكسر الدنيا وأنا ما كسرت الدنيا لأن بعدي بالثالث. أنا ما أقصد أنت هسه حتكسر الدنيا، بالمستقبل حتكسر الدنيا. ليش؟ لأن عندك فيجن، عندك رؤية، النهاية في ذهنك. ابدأ الآن والنهاية بذهنك. أنت شايف نفسك وين حتصير بالمستقبل، بس مو شايف نفسك حتصير هسه أو السنة الجاية أو شيء. هذا حلم، خليه ينولد عندك وذبه للحياة. شلون أنت زرعت نبتة وأنا من أكبر بعدين ألقاك؟ شلون أنت اشتريت قطعة أرض وضميتها ومن حتكبر حتلقاها صايرة غالية؟ شايف هذا المثال من نقول أهلنا
كانت البيوت رخيصة وقطع أرض رخيصة وهن ما اشتروها، ولو مشتريها وذاب بيها هسه بملايين الدولارات. نفس الشيء، أفكارك هي مزرعة، هي بستانك، ازرع بيه صح. هي قطعة الأرض مالتك، هي العقار مالتك. أفكارك أقوى شيء عرفته بالحياة هي الفكرة، الأفكار، لأن الأفكار تتحول إلى مشاعر، والمشاعر تتحول إلى أفعال، والأفعال تتحول إلى قرارات، والقرارات تتحول إلى نتائج، صح؟ فهواي اكو اشياء حلوه بالحياه، انت اخذ المغزى مالها واخذ الفكره الصح مالتها وتوكل على رب العالمين، وخاف رب العالمين انت وصغير وبهذا العمر. هذا العمر حرج ما بين انت تروح للذنوب والمعاصي وبين انت تتقرب لرب العالمين. اقوى نجاح يوصل للعبد والشخص بهذا العمر من يتقرب لرب العالمين. أكثر شيء ما ندمان عليه أني وأكثر شيء أحبه بطفولتي إنه كنت قريب من رب العالمين. وين كانت مشتتات الحياة هواي، وين كانوا أصدقاء السوء هواي. تقرب من رب العالمين. الشيطان يجي يستغلك بهذا العمر، يشوفه عمر فريش، عمر حلو، يوديك على أصحاب السوء، على الريلزات التعبانة بالإنستغرام، الأشياء المحلوة. تفرها بصير سبع، يصير عندك مسؤولية وقرار قوي وتفرها. من تتفرها أول مرة وثاني مرة والله حتعدي وتروح. لا تعود نفسك على أشياء ما حلوة بهذا العمر. هواي شباب عودوا نفسهم بهذا العمر على أشياء وكسبوا عادات، ولو يقرون 1000 كتاب بعد ما يقدر يغير هاي العادات بسبب هو وطفل تعودها. فليش تحتاج تقرأ هذا الكتاب 400 صفحة حتى تغير عادة بسبب بهذا العمر اللي أنت بيته كسبتها؟ وشنو يعني كسبتها؟ يعني هي جتك انت لزمتها وخليتها الك، بس انت بهذا العمر لو هي تشوفها عاده ما حلوه طيرها وطيريها. لا سامح الله ممكن التدخين، ممكن انت بنيه تتعودين على عادات ما حلوه او شغلات ما حلوه بحياتك، او اذا انت ولد واصدقاء. اول ما جتك هي جت شيء بسيط، بس تخيل لو تمسك عادات قويه وقوه عادات تصير عندك قويه من انت وصغير بهذا العمر، حتكسر الدنيا وما حد يوقف بطريقك من تكبر. انت مسلح باسلحه حلوه، انت مسلح بعادات حلوه وقويه توصلك لاي نجاح انت تريده بحياتك. فابدا يا عزيزي، ابدا والنهايه بذهنك. توكل على رب العالمين حتوصل الاشياء حلوه. ممكن رب العالمين خلاني اصور لك هذا الفيديو وبهذا الوقت هو رساله الك. اليوم احنا 14/5/2025. اكتب حلم جديد واكتب هدف جديد وتمسك به وكبر هدفك لين حتوصل له. لين اذا ما وصلت للنجوم حتوصل للقمر، او اذا ما وصلت للقمر حتوصل للنجوم. اخذ العبره من المثال، تمام؟ حتوصل الاشياء حلوه بحياتك اذا انت ركزت عليه. ما تركز عليه ينمو ويكبر. اذا تركز على الاشياء التافهه حتكبر وتنمو بحياتك، واذا تركز على الاشياء الحلوه بحياتك حتكبر وتوصل عليه. وراح اذكرك، ممكن انت هسه لحد الان اي شيء وصلت له بحياتك بهذا العمر بالثالث متوسط هو بسبب افكار بالسادس ابتدائي انت كنت تفكر بها، اليوم انت عليها، صح؟ فالشيء راح توصل له بالسادس اعدادي افكارك اللي هسه. فراجع افكارك وشوفها شنو حتى توصل للاشياء حلوه بحياتك. اتمنى لكم كل التوفيق. ان شاء الله استفاديت بهذا الفيديو. سوي شير ومشاركه لاي شخص تريده يستفاد من هذا الفيديو بهذا العمر، لان هذا العمر حساس وحرج. اتمنى لكم كل التوفيق، وابدوا نصيحة بأي شيء، ولا تخلي حماس البداية عندك بس. استمر بشيء حلو ومرتب، وطور من عقلك واستشير هواي، ولا تجي تبتكر وتريد تصير مختلف. قلد الناس الناجحة. انت شو تريد بحياتك؟ تريد نجاح حلو، توفيق رباني، بشغلات حلوة، يصير عندك فلوس هواي. قلد الناس الناجحة. ليش تجي تخترع سيارة؟ قلد الناس الناجحة. هسه اوكي اوصل للبي ام والله كريم بعدين نحدث البي ام، صح؟ فانت ما يحتاج تخترع اشياء جديدة، يحتاج تقلد ناس ناجحة وتبدا من هسه وتتوكل على رب العالمين. اتمنى لكم كل التوفيق يا رب. ان شاء الله توصلون لاي شيء تريدوه بحياتكم. في امان الله.